كيف جبت رقمي؟ كل همك هلأ من وين جبت الرقم؟ كارين عطتك اياه؟ شو دخل كارين؟ ما شفتها اليوم. شو؟ راقد أعصابك؟ ما بني شي، مشت حال. من أول مرة شفتك لليوم كنت بفكرك بنت بلا إحساس ما بتبكي أبدا. أكيد أنت عارف مين عامل فيي هيك. إيه؟ بعرف. إيه منيح، حتى تعرف أي نوع من البنات رح تتجوز. بس أنت كمان منك هينة سلمى. أنا ما بأذي حدا أمير، ما بحياتي أذيت حدا. الأستاذ الأستاذ؟ الأستاذ هو اللي أذاني، هو اللي كان يلحقني من محل لمحل. حتى آخر فترة صار يهددني، قال إذا ما بظهر معه بسقطني المواد اللي هو عم يعلمني إياها. حتى وصلت معه إنه يراقبني، ومرة جرب يخطفني. أوف، لهالدرجة؟ وبعدين شو صار؟ بعدين قدمنا شكوى، وعمل تعهد بالمخفر إنه ما بقى يتعرض لي. تركت الجامعة. وهنادي كيف عرفت بالموضوع؟ هيك بدك تسألها، لأن الظاهر بالأيام هنادي ما عندها شغلة وعاملة غيري. بس أنت كمان استفزيتيها كتير وهرتيها كتير سلمى. بس مش يعني تأذيني بهيدي الطريقة. أنا ما رح سامحها أبدا عن اللي عملته معك. عمول بدك يا أمير، أصلا أنا ما بقى تفرق معي من بعد ما بعد شو؟ من بعد ما من بعد ما عرفت حالي إنه بحبك، بس أنت بتحب بنت تانية. كارين وين راحت سلمى؟ ما بعرف وحياتك. كيف اختفتي من الجامعة؟ حكيتني وخبرتني شو صار معه وكانت عم تبكي كمان. راحت بالسيارة ومسكرة خطها وأنا عم جرب أحكيها كمان. وهيدا اللي اسمها هنادي وين بلاقيها؟ ما إجت اليوم. وهيدا خطيبها اللي اسمه أمير وينه؟ ما بعرف، ما شفته. ليكي كارين، إذا شفتيهم بتقولي لهم إنه هيدي عملتهم ما رح تقطع على خير. بعدهم ما بيعرفوا الأواسيم بس يحط شغلة براسه. شو بدك أمير؟ عمول معروف تركني بحالي. ما رح أتركك قبل ما أعرف إنك صرت منيحة. أنا منيحة وكتير كمان. ليش قلت إنك مغرومة فيي؟ خلص انسى، اعتبر لا أنا قلت ولا أنت سمعت. عم بتقولي هيك بس لتنتقمي من هنادي؟ لا، عم بقول اللي بقلبي. طيب وإذا قلت لك إنك ما بتعني لي شيء أبدا؟ هيدا رأيك وأنا بحترمه، وكن أكيد إني ما رح أزعجك ولا رح أقرب صوبك.
رد عليها. ليش ما عم ترد؟ شوفي سلمى، أنا بوعدك إذا هنادي ورا كل اللي صار معك رح خليها تدفع الثمن غالي. ما تقول إذا أمير، لأن هنادي السبب وما حدا غيرها.